السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم تتبيله وحيله. اليوم نديرو مع بعض صابلي بالملعقه، راح نكيلو كلش بالملعقه. شوفوا الصابلي تاعنا كيفاش يخرج، يجي ما شاء الله كيله صغيره، تقدروا تقولوا اصغر كيله في اليوتيوب. راح نديرو 12 حبه مع بعض. صابلي ما شاء الله عليه، يعني صابلي احترافي بالملعقه فقط. اللي ما عندهاش الكاس وما عندهاش الميزان وما عندكش الزبده بزاف وما عندكش مكونات، بالملعقه فقط وبحبه بيض فقط راح ديري صابلي ولا اروع، يعني تاع قهوه العشيه ولا تاع ضياف. كما قلت لكم 12 حبه فقط. نروح مباشره للوصفه تاعنا. هنا عندي الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ، راح نرفد ملعقتين من الزبده. الملعقه شوفوا كما راكم تشوفوا فيها راني شغل نعمرها شويه، ماشي ديروا ملعقه ممسوحه، تكون مع الملعقه شويه معمره. هنا راح نزيد عليها ملعقتين من الزيت. بالنسبه للزيت تقدروا تستغناو عليه، اللي حبت الصابلي تاعها يجي مقرمش دير الزيت، اللي حبت الصابلي تاعها يجي طري تستغنى كامل على الزيت. وهنا عندي حبه بيض، راح نزيد قريصه ملح، وراح نزيد تاني ملعقه نتاع لافاني. تقدروا ديروا لافاني هذه البودره، ولا تقدروا ديروا لافاني السائله، ولا هذيك سكر الفانيليا. وهنا راح نخلط كلش بالباطور، لازم تضربوا مليح مليح حتى تتحصلوا على هذاك الخليط الكريمي، اللي يعني هذيك المايونيز كما المايونيز. لازم توصلوا لهذيك المرحله باش هكذا الصابلي تاعكم ينجح لكم. بالنسبه للناس قلت لكم اللي تحب يعني القوام تاع الصابلي تاعها مقرمش، تزيد الزيت ودير حبه بيض. واللي يحبوا الصابلي طري يستغنوا على الزيت ويديروا صفار بيضه فقط. انا بعد ما خلطت الخليط تاعي مليح مليح قلت لكم حتى تتحصلوا على قوام كريمي كما المايونيز، تما عاد تحبسوا وتبداو تزيدوا في الفارينه، هكذا الفارينه تدريجيا. وهنا الصابلي تاعنا ما راحش نديروا فيه الخماره. شوفوا بلا خماره يجيكم ما شاء الله، يجيكم مستوي، السطح تاعه الشباب يجي طايب ما شاء الله. وما تخافوش راح يطلع لكم شويه في الفرن، هو ماشي يطلع بزاف يعني، ولكن يطلع لكم يعني كما اللي نحبوا حنايا. وراح يجيكم هذاك سورتو هذاك السطح تاع الصابلي تاعكم يجيكم مستوي، يجي بزاف شباب. هنا راني نزيد في الفارينه تدريجيا حتى تتحصلوا على عجينه طريه، عجينه تاع الصابلي. الصابلي ما يتعجنش يعني، هكذا نزيد في الفارينه وراني ندخل فقط بالاصابع، ندخل هذيك الفارينه في المكونات الاخرى، وتبقاو تزيدوا حتى تحصلوا على القوام المطلوب. شوفوا الطريقه كيفاش راني نعجن، يعني ما رانيش نعجن فيه، يعني فقط ندور هكذا ونحاول ندخل بالاصابع تاعي، ندخل هذيك الفارينه. هنا من بعد ما لميت العجينه تاعي كما راكم تشوفوا فيها، يعني عجينه طريه. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، يعني ما تجيش عجينه جاريه بزاف، ما تجيش طريه وما تجيش ناشفه بزاف، ما تكثرولهاش الفارينه باش ما تجيكمش ناشفه، يعني بقاو تحطوا غير بالملعقه. وهنا راح نحط فقط كيس بلاستيكي، انا نستعمل هذا الكيس بلاستيكي اشاك فوا نستعملو نعاود نغسلو ونخبيه، يعني ينشف ونخبيه ونستعملو للصابلي. هنا راح نحط العجينه تاعي، انكم تشوفوا عجينه صغيره اصغر كيله على اليوتيوب. نحلها بالحلال كما شفتوا. وشوفوا تالموا العجينه مخدومه مليحه، وتقدروا ما ديروش كامل فوقها البلاستيك، راح تتورق لكم مليح، ما تلصق لكم، ما تقعد تطلع وتلحق فيكم، يعني عجينه ما شاء الله. هنا من بعد ما حليتها راح نجيب الطابع تاعي، راح نستعمل هذا الطابع الدائري، الطابع التقليدي نتاع الصابلي الجزائري. راح نكمل كامل نطبع العجينه كما راكم تشوفوا. هاد الوصفه غير جربوها وخبيوها في عينيكم، والله العظيم صدقوني صابلي هذا ناجح. وراني وريت لكم الفرق بين صابلي مقرمش وصابلي طري، يعني كل وحده دير هذاك الوصفه اللي كما اللي تحبها هي، يعني صابلي كما اللي تفضلوا. هذا الشيء يبقى اذواق. هنا من بعد ما طبعت كامل العجينه رايحه نحي كامل هذوك الزوائد. وحاولوا تنحيو يعني ترفدوا هذوك الحبيبات تاع الصابلي تاعكم غير بشويه عليكم هكا باش ما يتبدلش الشكل تاعهم. هكذا علاش قلت لكم البلاستيك يعاون بزاف. الا شفتوا ما قدرتوش ترفدوا، طلعوا هذاك البلاستيك تاعكم وهكذا قلبوا الحبه في يديكم هكذا باش ما يتخسرش الشكل تاعها. ومن بعد ما تكملوا تطبعوا شوفوا كيفاش تلموا العجينه، يعني حاولوا ما تعاودوش تعجنوها، يعني فقط دخلوهم مع بعضياتهم وعاودوا مباشره بداو تعجنوا فيها. يعني كما شفتوا ما عاودتش عجنتها، يعني ما تعاودوش تدخلوا هكذا بالاصابع تاعكم، يعني فقط تلموهم هذوك الزيادات اللي بقاو لنا تلموهم مع بعض، وتلموا عجينه هكذا وتعاودوا تطبعوها. كملت طبعت الصابري تاعي، كنت عمرت زوج سنيوات، السنيوه الاولى كما راكم تشوفوا فيها والسنيوه الزوجه هذه هي، يعني هكذا 12 حبه، هذه هي يعني حاجه قليله.
وشعلت الفرن تاعي على 180 درجه. شعلت عليه من التحت فقط. البنات الصابلي طيبوه من التحت فقط، بهذيك السخانه تاع الفور راح يطيب لكم من الفوق. شوفوا كيفاش طيبته فقط من التحت، شوفوا كيفاش طاب، ما شاء الله. صدقوني الوصفه هذه ناجحه. انا حبيت ندير صابلي تقليدي، ندردر عليه سكر غلاس، وانتم كما تحبوا ديروا له زيكزاك تاع شوكولا، كما تحبوا يعني. التزيين يبقى اختياري. انا نحب الصابلي التقليدي بالسكر غلاس والمعجون تاع المشماش، يعني هذا هو الصابلي اللي نحبوه كامل. هنا مادام السنيوه تاعكم سخونه، يعني ماشي سخونه تغلي، يعني غير تجبدوها شويه برك ثواني ودردروا على هذوك الحبات اللي محلولين، دردروا عليهم سكر غلاس. هكذا راح يشد، يعني هذاك السكر غلاس يشد لكم في الصابلي وما تتبدلش، يعني ما يتغيرش كامل الشكل تاعو. شوفوا كيفاش يخرج في الاخير. كنت لصقتهم بالمعجون تاع المشماش، ومن بعد عمرت هذاك الطخو تاع الصابلي، زدت عمرته بالمعجون. وشوفوا السكر غلاس قلبوا الحبه، تنفضوها ما يتنحاش هذاك السكر غلاس، يقعد هو. شوفوا الحبه كيفاش تجي لداخل، ما شاء الله. نتمنى انه الوصفه هذه تكون نالت اعجابكم، تجربوها ودعوا لي دعوه خير، وروحوا قولوا لي في التعليقات اللي جربت وصفه من وصفاتي، تجي تقول لي في التعليقات. نتلاقى في فيديو اخر مع وصفات اخرى. خليكم في امان الله، سلام.